أهلا بكم في الملكي مع مينا. ألف مبروك لمجلس إدارة الرابطة ومجلس إدارة النادي الأهلي. صدر قرار من المحكمة الرياضية الكاس بأن النادي الأهلي هو بطلا لدوري 2025. ليه أنا باركت لمجلس إدارة الرابطة؟ أولا لأن هو ليه الفضل الأول في أن اللقب ده يتم إهدائه للنادي الأهلي. 3 نقط اللي ما اتخصموش من النادي الأهلي دول كأنهم ادوا لهم مكسب ماتش هدية. طيب نبص على اللائحة بتقول إيه؟ اللائحة بتقول إن أي فريق يعتبر سواء لما ينسحب يعتبر خاسرا للقاء ويتم خصم 3 نقط، واللائحة دي بتطبق على أي حد، واتطبقت قبل كده على الزمالك وكانت موجودة بنفس شكلها ده في اللائحة اللي فاتت. يعني برضو النادي الأهلي كان بيلعب على نفس اللائحة اللي كان بيلعب عليها نادي الزمالك، فكان لازم يتم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. وبالفعل صدر القرار من إدارة الرابطة في إن الأهلي يتم خصم منه 3 نقط، والأهلي اعترض واعتراضه ما اتقبلش، وبعدين مجلس إدارة الرابطة تدخل وقال إن النادي الأهلي لن يتم خصم منه 3 نقط، وإن الماتش اتلعب في ظروف قهرية، وبناء عليه أصدرت التوصية بعدم خصم ال3 نقط للنادي الأهلي. طبعا احنا في وقتها ما حدش كان فاهم موضوع الظرف القهري ليه اتحشر في الموضوع ده، لان ما فيش ظرف قهري. هو لا الماتش كان في مثلا زلازل ولا براكين ولا سيول ولا في حروب ولا في اي حاجه تضيف للحدث وصف الظرف القهري. تمام. نادي بيراميدز راح اعترض عند لجنه التظلمات. لجنه التظلمات قالت ايه؟ قالت بناء على اللائحه النادي الاهلي المفروض يتخصم منه 3 نقط، لكن لما نيجي نطبق اللائحة بالكامل تلاقي ان مجلس إدارة الرابطة اضاف وصف ان الحدث ده في ظرف قهري، وفي مادة في الاخر اخر مادتين او 3 بيتكلموا ان مجلس إدارة الرابطة ليه حق اصدار القرارات في حالات الظروف القهرية بدون الطعن على قراراته. طبعا اكيد يعني رابطة الأندية لما عملت اللائحة دي والانديه وقعت عليها كانوا عارفين ان في حاله انسحاب اي فريق هيتم خصم 3 نقاط منه في نهايه الدوري، ولكن لا قدر الله اثناء المسابقه حصل ظرف قهري وليكن حصلت سيول مثلا، ففي قرارات هتصدرها يصدرها مجلس اداره الرابطه. القرارات دي لا يجوز الطعن عليها لان هي شايفه ان ده القرار الانسب في الوقت ده في حاله الظرف القهري. انا اللي باخد القرار ومش عايزه حد يعطلني علشان المسابقه ما تتعطلش. ولكن مجلس إدارة الرابطة استغل النقطة دي أو استغل الثغرة دي في إنه يوصف حدث هو أساسا مش من ضمن الأمور التي يتم اعتبارها ظرف قهري، في إن هو يحسن قراره، بحيث لما بيراميدز راح للجنة التظلمات ما قدرتش تعمل له حاجة. لما راح لمحكمة الكاس أنا كنت متوقع إن الكاس هيكون أقوى من لجنة التظلمات ويقول والله أنا مش شايفة إن هنا في ظرف قهري، وبناء عليه نرجع للائحة الطبيعية إن النادي الأهلي يتخصم منه 3 نقاط في نهاية المسابقة. ولكن يعني محكمة الكاس خدت نفس نهج لجنة التظلمات، قالت أنا جاي من القرار متوصف إن هنا في ظرف قهري، وعشان متوصف إن هنا في ظرف قهري فأيا كان القرار اللي مجلس إدارة الرابطة هيقضي بيه هيبقى غير قابل للطعن عليه. بمعنى إن مجلس إدارة الرابطة كمان لو كان مش قال إن الأهلي هو اللي خسران، ده لو قال الزمالك هو اللي خسران وإن النادي الأهلي ياخد 3 بونت مكسب ماتش الزمالك، ما كانش حد هيقدر يعترض على القرار بتاعه لأن القرار محصن. أنا أعتقد إن المجاملة الواضحة والصريحة من مجلس إدارة الرابطة يعني كشفت الدوريات اللي قبل كده ومدى المجاملات اللي كانت حتى بتحصل من التحكيم. مثلا دوري زي الدوري بتاع كابتن حسن شحاته اللي اتحسب عليه اوفسايد كان في فدان ارض ما بينه وما بين اخر مدافع للنادي الاهلي. يعني يمكن الدوري ده خلينا نقول في مجامله بشكل اوضح، لان الموضوع ما كانش لعب كوره، الموضوع كان مجامله واضحه وصريحه في التلاعب بالمواد الرابطه
او مواد اللائحه اللي موجوده في الرابطه لخدمه نادي معين بشكل مقصود. اي فريق تاني كان هيعمل اللي عمله النادي الاهلي كانت هتطبق عليه اللائحه بشكل طبيعي. وده اللي احنا بنقوله، النادي الاهلي يتم معاملته بشكل خاص، يتم معاملته بشكل خاص. اللائحه المفروض تطبق عليه في الحته دي عادي، مفيش مشكله، مش هنطبق اللائحه عشان هنتلاقى لها مخرج من سكه تانية يعني. عموما الف مبروك لمجلس اداره الرابطه، الشكل اللذيذ اللي احنا بقينا فيه بره. الناس بقت عارفه الحمد لله ان احنا عادي ممكن نخالف اللائحه عشان نادي معين، ونحسن قراراتنا عشان محدش يقدر يعترض عليها، وده مخالف لاي عرف قانوني يعني. ولكن برضو الناس عملوا جهد كبير يشكروا عليه، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. دوري جديد من حقهم طبعا يحتفلوا بيه بقى بشكل رسمي دلوقتي. احنا كجماهير نادي الزمالك اتمنى ان كابتن معتمد جمال ولاعيبه نادي الزمالك يقدروا يخلصوا الدوري ده على خير، وان شاء الله نخلص في المركز الاول. بيعملوا مجهود كبير وعايزين دوري بدراعنا زي ما كنا بنقول دوري بدراعنا يا محمد يا صبري. ربنا يرحم كابتن محمد صبري ويوفق جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك في الاحتفال بدرع الدوري بدراعنا باذن الله بدون مجاملات من اي جهه. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.